وفضل يذكرهم بنعم ربنا عليهم وان ربنا هو اللي اداهم القوه والنعيم ده كله، لكن ردهم انهم استهزأوا بيه ورفضوا يسمعوا كلامه وتحدوا سيدنا هود انه يجيب لهم العذاب اللي بيهددهم بيه لو كان صادق. قال الله تعالى: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ورفع سيدنا هود يده الى السماء ودعا ربنا كما ذكر، فقال الله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون. وبداية العذاب ربنا حبس عنهم المطر وبقوا في جفاف شديد، ماتت النباتات وعانوا من الجوع والعطش وهاجمت الحشرات وانتشر القحط، ورغم كده ما اعتبروش وفضلوا في طغيانهم. وفي يوم شافوا سحابة سودة كبيرة في السماء وفرحوا وفكروا ان دي سحابة مطر وانها هتنزل عليهم رزق. بدأت تهب ريح قوية، الريح كانت شديدة لدرجة انهم كانت بتقلعهم من الارض زي ما النخل بيتقلع من جذوره وترميهم على الارض ميتين. مش حد قدر يقف قدام الريح دي، واستمرت لمدة 7 ليالي 8 ايام.